أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. هل بتقدر تعمل حدود في حياتك؟ في كتاب Set Boundaries and Find Peace بتقول الكاتبة نيدرا جلوفر إن إنشاء الحدود الصحية هو الطريقة اللي بتضمن بيها إنك تكون سعيد وبصحة جيدة في علاقاتك وفي الحياة. إن يكون عندك حدود بيتم احترامها هتوفر لنفسك راحة البال. الأسبوع اللي فات لقيت كتاب عليه ريفيوز حلوة جدا، وحسيت إن أنا لقيته في وقته بصراحة، فقررت إن أنا أقراه. الكتاب هو Set Boundaries Find Peace A Guide to Reclaiming Yours، وده اللي بيقدمه كتاب بالظبط، دليل شامل إزاي تعمل حدود صحية في حياتك، سواء كان في حياتك اليومية أو مع أصدقائك أو شغلك، أولادك وأهلك، شريك حياتك، أو حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي. الحدود، لكن الحدود الصحية، لأن الحدود الغير صحية ممكن تكون مدمرة وتبوظ حياتنا. لما قريت الكتاب ده حسيت إن أنا لقيت مصدر قيم جدا، مش بس هيكون مهم في حياتي لكن أكيد هيساعدني وأنا باخد قرارات في المستقبل، وإزاي أحدد وأعرف أنا محتاجة إيه، وإزاي أتواصل علشان أوصل الحاجة دي للناس. والأهم من كده كمان إزاي أحترم احتياجات الآخرين وإني ماخدش حدودهم على مستوى شخصي. ففي حلقة النهاردة حابة أشارككم شوية حاجات من اللي أنا استفدتها في الكتاب ده، واللي هتساعدنا إننا نحط حدود صحية، وده اللي هيخلينا نحس برضا أكتر عن حياتنا واختياراتنا. والكتاب نفسه حلو جدا، فلو عندك وقت عزيزي المستمع فأنا بنصح بقرايته، ولو ما عندكش وقت فأنا هديك النقط المهمة منه. أولا، في أنواع مختلفة من الحدود وفي طرق مختلفة نحط بيها الحدود دي، لكن للأسف ساعات إحنا بنحط حدود بطرق غلط وما بتبقاش في مصلحتنا في الآخر. لكن الحدود الصحية كلها بناءة وفعالة، سواء على المدى القصير أو الطويل، وهتخلينا نقدر نبني علاقات صحية مع الناس ونعز نفسنا ونكرمها. فخليني في البداية أعرض بسرعة أنواع الحدود السلبية اللي في الكتاب، وفي الآخر هنعرض الطريقة الصح لوضع الحدود. أول نوع هو المسامي. هو نوع ضعيف، وده بيحصل لما بتحط حدود غامضة وضعيفة ومن السهل إن أي حد يعديها، أو بمعنى أصح هدف الحدود دي بيكون إنك تقرب أكتر من الناس، لكن بيكون تقارب ضار وبيكون على حساب نفسك. مثال بسيط جدا لده إنك ما تقدرش تقول لأ على أي حاجة، أو إنك تحكي أسرارك لشخص مش موثوق فيه علشان تكتسب وده وثقته، أو إنك تعتمد على ردود الفعل من الآخرين وتعتبرها مقياس لتقديرك لنفسك، أو إنك تعمل حاجة معينة علشان خايف من الرفض. النوع السلبي التاني هو الصلب، وده بنلاقيه لما بنبني ما بيننا وبين الناس جدران علشان نحافظ على سلامتنا ومشاعرنا. لكن النوع ده من الحدود برضو مش صحي، لأنك بتسيب مسافات ما بينك وما بين ناس مهمة في حياتك. وأمثلة على ده إن حد ما يحكيش أي مشاعر للناس القريبة منه، إنه يبني حواجز وجدران تبعده عن الناس، أو إنه يحط قواعد صارمة ومش منطقية وما بتتغيرش أبدا مع الظروف، أو إن الشخص يتجنب إنه يبين ضعفه، أو إن شخص يرفض لمجرد الرفض. تالت نوع هو الصحي، واللي كلنا نفسنا نبنيه في حياتنا، وهو الحدود الصحية، وده لما ماضيك ما يظهرش في تفاعلاتك الحالية. الحدود الصحية دي بتتطلب إنك تكون مدرك لمشاعرك وقدراتك العاطفية والعقلية والجسدية، والأهم من كل ده طبعا التواصل الواضح، وهنتكلم عن كل نقطة فيهم بالتفصيل بعد كده. فدول الثلاث أنواع من الحدود، ودلوقتي خلينا نعرض الطرق اللي بنطبق بيها الحدود. وفي الكتاب 5 طرق كلنا بنعملها، لكن واحدة منهم بس هي اللي صح. أنا عن نفسي لقيتني بعمل منهم تقريبا 3 وأنا مش واخدة بالي إن ده غلط، فالكتاب بصراحة فتح عيني على حاجات كتير، فهعرض عليكم كل الطرق، وآخر طريقة هي اللي المفروض نتبعها ونطبقها. أول حاجة الباسيف أو السلبية، وهي إنكار احتياجاتك وتجاهلها علشان تريح الناس التانية. وأمثلة على كده إنك تيجي على نفسك علشان حد، أو إنك تحط أولويات الناس قبل أولوياتك، أو إنك تتجاهل الحاجات اللي بتضايقك في مقابل إن حد تاني يكون راضي عنك، أو إنك تسمح للناس إنها تعمل أو تقول حاجات إنت مش متفق معاها. تاني أسلوب هو الأجريسيف أو العدواني، وده بيظهر في مهاجمة شخص تاني بالكلام أو أفعال ممكن تكون قاسية، أو إنك تكون لحوح علشان توصل أو تمنع حاجة.
وأمثلة للأسلوب ده هي تحقير الآخرين علشان شخص يوضح وجهة نظره، الزعيق أو الشتايم، والحاجة اللي ممكن نكون كلنا تعرضنا لها هي المعايرة بأخطاء من الماضي، أو إن حد يستخدم السخرية أو التريقة كوسيلة للتقليل من حد. الأسلوب الثالث هو الباسيف أجريسيف أو السلبي العدواني، وفي الكتاب بتقول الكاتبة إن الطريقة دي هي الأكثر انتشاراً اللي بنتواصل بيها وبنحاول نعبر بيها عن مشاعرنا واحتياجاتنا. وأنا شخصياً هعترف هنا وأقول إن أنا بعملها كتير قوي، لكن الطريقة دي مش فعالة ومش دي الطريقة الصح اللي المفروض نستخدمها. لما بنتجنب إننا نحط حدود مباشرة علشان خايفين من المواجهة، وبيكون عندنا أمل إن الشخص اللي قدامنا يكتشف من نفسه إن اللي بيعمله ده بيزعلنا أو بيضايقنا. لما بتكون غير مباشر ده بيؤدي لنتائج عكسية، وعمرك ما هتلاقي اللي انت عايزه بيحصل أبدا، وفي الآخر بنتعرض للإحباط وبنكون متضايقين أولا من الطريقة اللي بنتعامل بيها، ثانيا من عدم التقدير من الناس. وأمثلة على الأسلوب ده إنك تكون متضايق من وضع معين لكن رافض إنك تقول، إنك تستخدم التقلبات المزاجية بدون سبب علشان اللي قدامك يحس بغلطه، أو الكلام الزايد عن حاجات مش هتتصلح وانت أصلا ما عندكش أي نية إنك تاخد أي خطوة علشان تصلحها، أو الهجوم اللفظي اللي ملوش أي علاقة بالوضع الحالي. والأسلوب الرابع هو التلاعب، إن حد يقول أو يعمل حاجة علشان يحسس اللي قدامه بالذنب فيخليه يعمل اللي هو عايزه. وأمثلة لده الجاز لايتنج، أو إن حد يختفي ويظهر فجأة في حياتك بدون أسباب فيخليك طول الوقت تسأل هو أنا عملت حاجة ضايقته، وأنا عملت حاجة غلط. ومثال تاني إن حد يحكي حاجة هدفها إثارة الشفقة، ومتهيألي برامج كتير قوي بقت بتاكل عيش من الأسلوب ده. أو إن حد يبطل يهتم بيك ويمنع عنك اهتمامه علشان يخليك تشك في نفسك أو تغير سلوكك عن طريق الضغط ده. وكل الأساليب الأربعة اللي فاتت أساليب غلط تماما في تطبيق الحدود، لكن الأسلوب اللي احنا عايزين نتبعه هو الوضوح، إنك تحدد احتياجاتك بوضوح وبشكل مباشر، وده هيظهر لما هتعبر عن مشاعرك بصراحة بس من غير ما تهاجم اللي قدامك. إنك تقول لأ لأي حاجة أنت مش عايز تعملها، إنك تتكلم بصراحة لو في موقف أو حاجة حصلت مش عاجباك، مش تستنى وتتكلم عليها بعد شهر. وحاجة مهمة جدا لو في ما بينك وما بين حد مشكلة، إنك تتكلم معاه هو مباشرة مش مع طرف ثالث. والأهم من كل ده إنك تكون واضح في توقعاتك، لأن محدش هيفترض أنت عايز إيه أو بتتوقع منه إنه يعمل إيه. فدول كانوا أنواع الحدود والطرق بتاعة تطبيقها، ودلوقتي عرفنا إيه هي الحدود الصحية والأسلوب الصح اللي نقدر بيه نحط الحدود دي، وإزاي نتجنب إننا نعمل حاجة غلط على أساس إنها حدود لكن تكون في الآخر بتضرنا وبتضر علاقاتنا. فخلينا بقى نشوف شكلها إيه الحدود دي، مفروض نعمل إيه كخطوات عملية علشان نقدر نحقق الحدود الصحية. لأننا ما نقدرش نكون سلبيين ونتمنى إن اللي قدامنا يقدرنا ويشوف الحدود اللي إحنا أصلاً ما بيناهاش. لازم نكون مدركين وواعيين وإحنا بنحط حدود، وناخد خطوات إيجابية وواضحة ونستمر عليها. وفي 5 خطوات واضحين نقدر نعملهم علشان نحقق ده. أول حاجة، خليك واضح على قد ما تقدر، وراعي نبرة صوتك إنها ما تكونش فيها تهديد أو خوف، وبلاش تستخدم لغة معقدة أو مصطلحات ما يفهمهاش اللي قدامك. تاني حاجة، قول احتياجك بصراحة أو إنك تقول لأ، والمهم هنا هو إنك تكون فاهم إنك مش بتطلب أو بتسأل، إنت بتحط حدود، أو بمعنى آخر إنت بتقول للي قدامك إيه اللي يعمله أو ما يعملوش معاك. وتالت حاجة، إنك ما تشرحش سبب وضعك لحدود معينة، إنك محتاج حاجة ده سبب كفاية إنك تحطها كحد محدش يتخطاه. لأنك بقى لما بتفتح باب الشرح والتفسير ليه انت عايز الحاجة دي، ده هيفتح الباب لأن الشخص يحاول يضغط عليك أو يتلاعب بيك علشان تتنازل عن الحدود دي، وساعتها هتلاقي نفسك بتعمل حاجة انت مش عايزها أو ممكن تأذيك نفسيا أو جسديا. رابع حاجة، لازم يكون ليك رد فعل صارم، لأن هتيجي أوقات كتير وناس هتحاول تنتهك حدودك، خصوصا لو انت ما كنتش حاطط حدود قبل كده، فيجي حد يقولك ما انا كنت بتعامل معاك بالشكل ده طول عمري، ايه اللي حصل؟ طب انا كنت بكلمك بالطريقة دي، ايه اللي جد؟ فحاول دايما تحافظ على ثبات الحدود،
ولو حد حاول يتخطاها خصوصا بعد ما قلتها بصراحة، لازم ساعتها تدافع بقوة عن حقك وتقول صراحة إن أي تعدي هيكون له عواقب. وبالطريقة دي اللي قدامك هيبقى فاهم إن دي حدود حقيقية ما ينفعش يتخطاها. وخامس حاجة هي التكرار. دايما قول وكرر حدودك في أي حاجة أنت عايزها أو مش عايزها، لأن مرة واحدة مش كفاية. وده هيبقى صعب في البداية، لكن هيبقى أسهل مع الوقت. ومع كل مرة هتعمل كده هتحس بتقديرك لنفسك واحترامك لذاتك. وسواء كنت بتحط حدود كتيرة مع شخص واحد أو مع أشخاص مختلفة، لكن في النهاية الناس هتبدأ تشوف الطريقة الجديدة اللي انت بقيت تعيش بيها حياتك وتاخد قراراتك، فهيبدأوا يحترموا حدودك. ودي حاجة أساسية، كأنك بتتعود على عادة جديدة عايز تضيفها في حياتك وشخصيتك. وزي أي عادة جديدة بتاخد وقت لحد ما تثبت وبتكون روتين في حياتك. فدول كانوا الخطوات الخمسة اللي بيهم نقدر نحط حدود صحية. فدلوقتي خلونا نتعمق في قوة وضع الحدود في حياتنا، وهنستفيد إيه لما نخليها عادة، ونسأل هي الحياة بحدود صحية هيكون شكلها إيه؟ أول حاجة تقديرك لذاتك بيبدأ من الحدود. إنك تقدر ذاتك دي مش رفاهية أو أنانية. إنك تتعلم تقول لأ ده تقدير لذاتك. إنك تهتم باحتياجاتك ده تقدير لذاتك. إننا نتعلم إننا منجيش على نفسنا ولا على صحتنا علشان حد. لما بتهتم بنفسك هتقدر تعيش حياة أحسن. لما بتحط حدود ده بيديك مساحة أكبر إنك تفكر بشكل أوضح، وإنك تاخد وقت علشان تجدد طاقتك. إنك تجدد طاقتك ده احتياج أساسي. في الكتاب بتقول الكاتبة إنك لو لقيت نفسك استنفذت طاقتك تماما، ده معناه إنك محتاج تحط حدود في حاجات وصلتك للوضع ده، وإنت بس اللي تقدر تمنعها وتختار نفسك. ولما تلاقي حاجة بتتجاوز الحدود بالنسبة لك اتكلم، لكن ما تتكلمش بشكل سلبي وكأنك ضحية. اتكلم من منطلق إنك مش هتقبل بأي تجاوز، واللي حواليك لازم يحترموا ده. تاني حاجة، الحدود بتحدد الطريقة اللي الناس مفروض تعاملنا بيها. بتوضح الكاتبة ندرة في الكتاب إن الحدود ممكن تكون صريحة، إنك تقولها بشكل مباشر شفهياً، أو ممكن تكون ضمنية. مثلاً لو هدفك إنك تحط حدود لنفسك في استخدام السوشيال ميديا، فأنت هتنزل أبليكيشن يمنعك إنك تفتح السوشيال ميديا بعد وقت معين. لو عايز تحط حدود للأكل الغير صحي في حياتك، فالحدود هنا هتكون إن ما يبقاش في البيت فيه شوكولاتات وسناكس تقدر توصلها في أي لحظة تحس فيها بالزهق أو الاكتئاب. وكمان الحدود مع الناس، إنك ما تسمحش لحد يتكلم معاك بأسلوب معين أو يتعامل معاك معاملة ما يكونش فيها احترام. وبنيجي هنا لنقطة تأثير النشأة في الحدود. لو شخص متربي أصلا في بيئة كانت بتحترم حدوده من وهو صغير، بيبقى سهل جدا عليه إنه لما بيكبر يقدر يحط حدود مع الناس وكمان يحترم حدودهم. لكن بيحصل العكس تماما لو الشخص متربي في بيت ما فيهوش حدود. هو بيكون متعود إن خصوصيته منتهكة، إن أي حد يتعامل معاه بأي شكل حتى لو مش محترم أو مهين. وبيكبر وهو مش قادر لا يحط حدود مع الناس ولا بيحترم حدودهم وخصوصيتهم. ولما الشخص ده بيقرر يتغير ويحط حدود، بيحس إنها حاجة مش طبيعية وغريبة. لكن الحقيقة هنا إن مفيش أي حاجة غريبة في إن حد عايز يحترم احتياجاته ومتطلباته. وزي ما مهم إننا نحط حدود صحية، مهم جدا إننا نبقى مدركين حدود الناس ونحترمها ونتفهمها لو حابين نحتفظ بصداقتهم واحترامهم لينا. تالت حاجة، اكتشف العلاقات اللي بتستثمر فيها وقتك وقلبك وطاقتك. الحدود هي العلاج لمعظم مشاكل العلاقات، لكن لازم الطرفين يحترموا الحدود دي. لما بنبدأ رحلة اكتشاف احتياجاتنا ونتعلم ازاي نوصل للحدود اللي هتوفر الاحتياجات دي، هنبدأ نكتشف حقائق في العلاقات اللي في حياتنا. بعد ما بنبدأ نوصل للي حوالينا الحدود اللي احنا محتاجينها، الاستجابة الصحيحة للموقف ده هي القبول والاحترام. وساعتها ده معناه ان الناس دي بتحبك وبتحترمك وتستحق تفضل في حياتك. لكن لو عرضت الحدود دي بشكل واضح وصريح، لكن لقيتها اتقابلت بالرفض أو التريقة أو الاستهزاء، أو إن حد كان تصرفاته عكس ما بيقول، فده معناه إنك محتاج تعمل وقفة وتقيم العلاقة دي وتشوف هل العلاقة دي تستحق وقتك وطاقتك ولا دي مجرد استنزاف ليك. رابع حاجة، هتحسن الصحة البدنية والعقلية. وسواء انت بتبدأ تحط حدود مع الناس أو مع نفسك،
وإننا نحط حدود مع نفسنا ده معناه إننا نشوف إزاي بنقضي وقتنا. هل بنضيع وقت على السوشيال ميديا؟ هل بنصرف فلوس على حاجات ما تستاهلش؟ هل بنهمل صحتنا؟ هل بننام كويس؟ هل بنرتاح كويس؟ من غير حدود هتلاقي عقلك مش قادر يبطل تفكير، وطول الوقت قلقان، يا إما من الشغل يا إما من حاجة حصلت، قلقان إن ما عندكش وقت كفاية تخلص اللي وراك. وبالتالي كل القلق ده هيأثر على نومك، وهتفضل مستويات التوتر عندك تزيد. بتقول الكاتبة ندرة في الكتاب إن السبب الرئيسي من إن عقلك مش قادر يقف شوية ويهدى هو إنك ما عندكش حدود توفي احتياجاتك. فأنت مش بتثق في نفسك علشان تقدر تقول لأ، وبالتالي أنت طول الوقت خايف من بكرة، خايف من الشغل، خايف لا تنفصل عن اللي بتحبه، خايف تخسر أصحابك، خايف تزعل الناس. لكن زي ما مهم إن احنا نحط حدود صحية مع الناس، فالأهم إنك تتأكد إنك حاطط حدود صحية مع نفسك، وتتأكد إنك مش بتعمل حاجة بتأذي بيها نفسك. إنك تقول لأ للمشتتات، إنك تقول لأ للأكل اللي مش صحي، إنك تقول لأ لصوت الناقد الداخلي اللي جواك اللي بيشكك فيك. القدرة هنا على إنك تقول لأ دي هدية كبيرة، فلازم تستخدمها. والكاتبة بتأكد إن مفيش وضع حدود بيكون مفيهوش إحساس بالذنب. الشعور بالذنب جزء من العملية دي، لأن الشعور بالذنب ده بيجي من اعتقادنا إن اللي إحنا بنعمله ده حاجة سيئة وأنانية، لأننا كلنا اتبرمجنا إننا لازم نقول حاضر ونعم حتى لو على حساب نفسنا. ولما حد بيجي على نفسه ساعات كده بيسموها تضحية. لكن المفاجأة هنا بقى بتبقى لما بتيجي على نفسك وتلاقي الناس شايفة إن ده حقها عادي، وإن ده ولا تضحية ولا حاجة. ساعتها بس هتتمنى لو كنت من الأول حطيت حدود وقلت لأ. ولازم تبقى عارف إن الشعور بالذنب ده مجرد شعور لحظي ومؤقت، وهيروح لما تحس إنك عزيت نفسك وصنتها. في النهاية لما هنقدر نستجيب لاحتياجاتنا ومتطلباتنا وما نندفعش ورا رغباتنا في إننا نرضي الناس اللي حوالينا، فإحنا كده بنهتم بنفسنا. وده هو جوهر الحدود الصحية. لما تكون عندنا أولويات في حياتنا بيكون سهل جدا إننا ما ننشغلش بحاجات تافهة ملهاش لازمة. الحدود هي اللي هتخليك تشوف مين الناس اللي في حياتك وهل يستحقوا يفضلوا ولا لأ. ولما هتعز نفسك هتحس إنك تستحق الحدود دي. اتكلم مع نفسك بحب وخليك دايما سند لنفسك واحترم احتياجاتك. الحدود الصحية هتخلينا نقدر نعيش حياة هادية وما فيهاش توتر، لأننا بالحدود دي بنختار نكرم نفسنا ونقدرها. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.